إلى الرأي العام باسم مؤتمر ستار ونساء مقاطعة الأبيض، ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا، وذلك أمام مرأى من العالم أجمع، وندين العمل الوحشي الذي نفذته الحكومة التركية في قرية حلنج جنوب كوباني، والتي تعمد لاستهداف ناشطات مؤتمر ستار زهرة هابون الأم أمينة، ذلك في تاريخ 23/6 في الشهر الجاري، بعد مرور عام الأول على ذكرى استشهادهن. وإن هذا يدل على شيء، فهذا يدل على مدى ظلم وحقد ووحشية الدولة التركية وعدوانيتها على المرأة واستهدافه المباشر على شرائح المجتمع دون تمييز بغية لتحقيق مصالحها. فكان هدفهم الأساسي هو استهداف المدنيين والمناضلين، وبالأخص النساء المناضلات التواقات لتحقيق العدالة والحرية، وهم كانوا ولا يزالوا شوكة في حلق كل من أراد التعدي على الحقوق. ولأن نساء شمال وشرق سوريا تسلحن بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، فهذا يشكل خطرا أيديولوجيا على ديكتاتورية أردوغان، ويحاول مرارا وتكرارا الإحباط من عزيمة المرأة المتسلحة فكريا والمنظمة على أسس ديمقراطية، ويهاب من تلك القوى الكامنة في شخصية المرأة الحرة. نحن نقدم قطرة دم كل رفيق ونتعهد بالانتقام لشهدائنا. فنحن من هنا كنساء مقاطعة الأبيض نرى بأن الاستهدافات والانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة أمام منظمات حقوقية والدول الحاكمة. ومن هنا نناشد المجتمع الدولي ومنظمة حقوق الإنسان للخروج عن صمتهم حيال كل الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق شعوب المنطقة، والتدخل لوضع حل لجرائم الدولة التركية ووقف إراقة الدماء. وإننا ندين الصمت الدولي الذي نراه شريكا للدولة التركية على كل ما ترتكبه تركيا ومرتزقتها. فهذه رسالة نود أن يراها ويسمعها كل شعوب العالم، بأننا كل يوم نزداد عزيمة وإصرار للمضي في طريق الحرية ونشر العدالة والمساواة للنساء وكافة المجتمع، والتصدي بصوتنا ضد الاحتلال التركي ومرتزقته. كما نزداد فخرا وعزا وشموخ بكل شهيدة قدمت روحها فداء لأرضها وشعبها، وأننا على خطى شهيداتنا سائرون، ونعاهدهن بأننا باقون على دربهن سائرات حتى تحقيق النصر في مناطقنا وكافة مناطق العالم. فلتحيا أرواح شهدائنا وشهيداتنا. عاشت مقاومة المرأة الحرة. شهيدنا أمرين، شهيدنا أمرين، شهيدنا أمرين. نساء مقاطعة الأبيض. بالروح بالدم نفديك يا شهيد. بالروح